شفت يا كريم؟ اللي تحوش عمره بقى يفتح ويسمي بقى، شوف عنده ايه وانا مخبي ايه. ايه ده؟ وكان زي بيبسي وما كانش مقاطع. بيبسي شفت يالا؟ عشان كده مش مرتاح في قبره. شوف ادى الله دي حكمته، سبحان الله يا جدع. ايه ده؟ مسحوق غسيل؟ مسحوق غسيل. الله يرحمك حاج صفو ده فجله، كان موصي عيني قبل ما يموت انه لازم يتغسل بمسحوق غسيل، انه كان راجل نضيف وبيحب النظافه ويتبرش ويتعسل الله يرحمك حاج صفوت، الله يرحمك حاج صفوت، كان راجل نضيف، كان راجل نضيف. واحنا كده محتاجين فلوس عشان ديونه. طب بص انا اخد دي واروح الم الديون. طب ما نشوف هتلم كام؟ يا اهل الخير والكرام، المرحوم الحاج صفوت فجله، المرحوم مش مرتاح في قبره، عايزين ندفع له الديون عشان يرتاح في قبره. ما تبخلش يا مسلم، ده يا بخت اللي يفك كربة اخوه المسلم. شيلوا لكم بالثواب. ايه ده؟ هو مسحراتي كده قبل رمضان ب10 ايام ولا ايه؟ يا ولاد الحلال. هو انت ايه ده انت بتعمله ده؟ يالا لميت حاجه يعني؟ انا وانا بلم له النقطه يعني، ما انا عمال الم له البتاعه دي بالصبح. انت شفت الشكل عامل ازاي وانا بلم البتاعه دي؟ الناس كلها عماله تبص عليا والعيال الصغيره كانت بتمسخروا عليا، وانا اصلا عندي رهاب اجتماعي. ما هو لازم اللي انت عامله ده بتعمل فيها مسحراتي. طب خد انت شوف هتلمها ازاي. الناس دي مجيش محلين غير بقله الادب والشتيمه. انا خامد فيها غصب عن اللي جابوهم. اتعلم بقى من القصه تموره بقى يا ولاد الكلب. ماذا بينك وبين الله والناس يا حاج صفوت؟ رمضان كريم. بصوا بقى، اللي مش هيدفع امه وهي مش كويسه وابوه راجل مش كويس. ايوه حبيب اخوك، امك في البيت راجل، ابوك راجل كويس، وانت ابوك راجل وامك في البيت راجل. انت يلا عايزين فلوسنا، عايزين فلوسنا يا اخويا. خلاص يا جماعه، اهدوا. كل واحد ياخد فلوسه وحساباته وديونه اللي عليه. اهدوا يا عايزين جماعه، فلوسنا، عايزين فلوسنا. ازاي يا عم انت صوتك اعلى مني. فلوسنا، عايزين فلوسنا. ايه خلاص، الضرب في الميت مش حرام. لو كان الميت ابن بص، واحد ياخد فلوسه وهيثبت وجوده. عايزين فلوسنا. ايه يا عم انت ايه يا عم؟ ده ابويا ما كانش كده يا جدع. لا حول ولا قوة الا بالله.